يا جماعة الخير حياكم الله. هذا الطعام اللي أمامكم إحنا جهزناه. تابعوا هذا المقطع عشان تعرفون بداية الحكاية. حرام اللي تسوونه، ترى ما يرضي الرحمن. أشوف بعيني إسراف يضايق خاطر الشفقة، ولا يلمسرف الجاير تعال ابحث عن العنوان، تعال امسح دموع إذا بك حس يا إنسان، ولا تسرف ترى المسرف مشى في مسلك الشيطان، ولا تسرف ترى المسرف مشى في مسلك الشيطان. يكبكبون النعم بالبراميل، طعام يكفي، طعام يكفي 10 رجاجيل. أجدادنا ذاقوا جوع وغرابيل، من الجوع يمشون مثل المهابيل. دموعهم بخدودهم شهاليل. الله يستر، الله يستر من يوم التهاويل. احمدوا والله، احمدوا والله نهار وليل، على نعم تمشي مثل السيل. وينام بحضني عيالي وكل بايت جوعان، وناس ما دروا عنا على كل الصحون الوان، ولا يلمسرف الجاير تعال ابحث عن العنوان، تعال امسح دموع إذا بك حس يا إنسان، ولا تسرف ترى المسرف مشى في مسلك الشيطان، ولا تسرف. أرجع وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأنعام شفتوا وين كانت؟ موجودة في الأكياس، في براميل وفي حاويات النفايات. حقيقة هذه النعم الآن لو الله سبحانه وتعالى سألنا عنها ماذا نقول؟ لماذا نرميها في برميل النفايات أو بالحاويات؟ لماذا؟ يا أخوة يا أخوات، خلونا نوجه رسالة لأمين منطقة الرياض، نقول له الناس تجمع الكراتين من النفايات، ليش؟ تباع. كذلك بعض الناس يجمع الحديد والمعدن والعلب من النفايات. لماذا؟ يا مسؤولين خلوا قسم لشراء الطعام، يعني أي إنسان يجيب كمية من الطعام إن شاء الله تشتروا الكيلو ب10 ريال ولا ب5 ريال. هذا تشجيع أن النعم تجمع ثم تحفظ، تجفف، تعطى لمن؟ لأصحاب الجمال، أصحاب الغنم، لأصحاب الدواجن. حرام. هذه كلها كانت يا أخوان في النفايات، في الحاويات، في براميل النفايات. ما نخاف أن الله سبحانه وتعالى يعاقبنا. هذا الاستهتار والتهاون. يمكن عزل الطعام لوحده، وضعه في مكان نظيف. أنا أقول فيه أفكار كثيرة. افتحوا المجال. أمين منطقة الرياض يفتح المجال للناس لتقديم ابتكارات واختراعات لحفظ هذه الأطعمة. الجمعيات الخيرية عليها واجب أن تهتم في هذه القضية. اشتروا الطعام بالكيلو، حتى الناس تروح من الزبائن تجمع لكم الطعام بدل ما تتعبون أنتم. تخيل أنا في البيت أعرف أن هذا الطعام بيشترى، هأعزل الطعام 3 كيلو 4 كيلو، تأتي سيارة خاصة بالأطعمة. فالنعم هذه والله إحنا مسؤولين عنها، نحن كلنا نسأل. إحنا قدمنا هذه الفكرة، الأمير لعله يبادر وبسرعة، لعل الجمعية الخيرية تبادر.
وبسرعة لاحتواء هذه النعم قبل أن. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون